هدير، مم. فين الاكل يا هدير؟ خلاص يا بابا انا عملت الرنجة وخلاص. الاربع رنجات بس، فين الباقي؟ ما فيش والله، انا جبت دول بس، ما كانش فيه كفي والله. ازاي يا هدير؟ انت عارفه ان جوازات اخواتي الاتنين جايين بمرتضى. طب يا عبدو انت مديني 300 جنيه يا حبيبي، والله ما كان معايا يكفي غصب عني. انا قلت ادبر نفسي بيهم، انا جبت عيش كمان، ما كانش عندنا عيش اصلا. طب ماشي، جبت ايه؟ جايبه بكام عيش؟ يعني ب50 جنيه عيش؟ لا يا عبدو انا جايبه ب70 جنيه باين، انا قلت له حط لي 70 رغيف، عشان طبعا انا مش ضامنه يفيد عيش احسن ما نحتاج. طب ما كنت تجيب الرنجه الاول بعدين تجيب العيش، شوف اللي هيتفضل معاكي كام وتجيب. الرنجه ب 230 والله، والعيش دوبك ب 70، ده دوبك 300 جنيه. والبصل من عندنا بقى والليمون من عندنا وكده يعني الاربع رنجات دول ب 230؟ والله ب 230. طب هنعمل ايه والناس اللي جاي على وسط دول 4 اشخاص وامي كمان 5؟ طب يعني اعمل ايه؟ طب غصب عني والله، ما انا قلت لك يا عبدو بلاش تعزمهم، ما كانش في فلوس تكفي. انت ما سمعتش ما الكلام. انا اللي غلطان. طب انت معاكي فلوس دلوقتي؟ والله العظيم ابدا، ما انت عارف كل اللي في البيت 300 جنيه انت اديتهم لي، ومعايا باين 15 جنيه في البوك. بس والله دول كل اللي حيلتنا يعني اعمل ايه؟ طب انا هتصرف، هنزل اجيب حتى رنجتين كمان. انا تقريبا معايا 300 جنيه او 200 جنيه على المحفظه بتاع فودافون اللي معايا. طب ماشي. هنزل الدكان اللي تحت، اجيب حتى رنجتين او 3. خلاص ماشي يا عبدو، بس بالله عليك ما تعمل الحركه دي تاني. معلش ما حقك ينفعش عليا. نعزم حد واحنا ما فيش في ايدينا فلوس انا او ما مش اعرفش عاملين انا حسابنا. ما اعرفش ان الرنجه غاليه كده، حقك عليا. ولا يهمك يا حبيبي. خلاص انا هنزل اسحب الفلوس دي واجيب بيها انجب بس رنجتين. بسرعه عشان امك طب ودماغ ماشي. انا متأخرش. هطلع من الباب التاني. طب يلا. ماشي. ماشي. بص ايه؟ لو فاض معاك فلوس هات ازازة بيبسي. حاضر اشوف كده. ماشي. ماشي. ما كانش لازم تعزم حد يا عبدو، ما كانش لازم تعزم حد وتفتح لنفسك حوار.